يا صباح الفل. النهاردة كده ماما خلاص اخر يوم قاعدة معايا فيه وهتمشي، فيلا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة كده هعملها ان انا هعمل تتبيلة الفراخ. حطيت بقى طماطم وحطيت فلفل، انا حطيت فلفل رومي ما حطيتش شطة، بس لو عايزة حطي براحتك. طماطم وفلفل وحطيت بصل، وهحط دلوقتي كوباية زبادي بتدي كده الفراخ طراوة كده وبتبقى حلوة. لو ما عندكيش زبادي وعندك لبن حطي عادي. هضرب بقى المكونات دي كده مع بعض، مش هضربهم جامد، انا برضو عايزة يكون فيهم قوام كده، يعني انا ضربتين وهقفل على طول. عايزة يكون فيهم قوام ما يكونوش سايلين خالص. حطيت طماطم وفلفل وحطيت البصل عادي كله، يعني مش المية بس، وحطيت كمان كوباية زبادي. هنا كده انا مش قادرة اقول لكم كنت زعلانة قد ايه ان ماما ماشية، بس خلاص بقى هي كانت لازم تروح علشان تشوف الحاجات بتاعتها في الشقة ايه دنيتها. كمان انا روحت معاها، فعشان كده انا اتأخرت في ان انا انزل الفيديو. روحت وبيت معاها يوم وحاجات كده، فعلشان كده ده كمان اللي اخرني ان انا انزل الفيديو ده. هنا كده التتبيلة هي بتاعتي بتاعت الفراخ كانت جاهزة. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ هحط عليها شوية زيت وهحط التوابل بتاعتي. حطيت زيت وخل، هحط ملح، هحط فلفل اسود. احسن تتبيلة للفراخ وبتخلي طعم الفراخ كده بجد بيبقى حلو جدا. حطيت على التتبيلة بتاعتي اللي هي الطماطم بالفلفل بالبصل، حطيت عليها زيت وخل وملح وفلفل اسود، وحطيت سنة كمون كده بسيطة، لو عندك بابريكا حطي. وكمان هحط معلقتين من صلصة الطماطم الجاهزة علشان تديها بس لون احمر كده حلو. وطبعا هنعصر الليمون ده بيودي طعم التتبيلة كده في حتة تانية خالص. بس اهم حاجة ان انتوا تشيلوا كده اي بذر، يعني البذرة بتاعة الليمون ده علشان ما تمررش بس التتبيلة. اليوم النهاردة محبتش اعمل حاجات كتير. ليه؟ علشان ما اقفش في المطبخ كتير، كنت عايزة اقعد مع ماما شوية. اليوم ده صحينا بدري، قلت انا عايزة اقضيه كده مع ماما علشان ايه؟ اشبع منها قبل ما تمشي من عندي. فصحينا من بدري وقلت اعمل اكل، وما حبيتش اعمل حاجات كتير ولا اصناف كتير عشان الحق اقعد معاها، فهعمل صنفين بس كده النهارده. بس حاجات سريعة كده وكلها في الفرن، مش هتاخد اي وقت ولذيذة جدا. هنا كده انا كنت حطيت معلقتين الطماطم اللي قلتلكوا عليها بتاع الصلصة الجاهزة دي عشان تدي لون حلو، وحطيت صويا صوص برضو بتخلي الفراخ كده المشوية دي بتبقى طعمها حلو جدا. دي تتبيلتي الاساسية اللي انا على طول بستخدمها في الفراخ او للفراخ، يعني بتدي الفراخ كده طعم حلو قوي. هنا كده انا جبت الصينية بقى اللي انا خلاص هدخل فيها الفرن. التتبيلة دي لو عملتيها قبلها بيوم او يومين والله بتبقى احلى واحلى، لكن انا بصراحة ما كنتش محضراها قوي، لكن اقل حاجة ممكن تسيبيها فيها مثلا ساعة ساعتين. فهو ده اللي حصل معايا. انا هنا جبت الصينية، حطيت بقى فيها جزر، حطيت بصلاية وحطيت طماطم، هيبقى بس ايه تحت الفراخ كده. كنت عايزة اقطع كمان بطاطس، ماما قالت لي لا، يعني خليها خفيفة كده الفراخ بس. كنت بقول لكم ان انتوا تسيبوها يعني في التتبيلة اكتر بيديها طعم اكتر، لكن انا هنا ابتديت بالفراخ اول حاجة اول ما صحيت وحطيتها في التتبيلة دي، وحطيتها بقى في التلاجة كده تقريبا قعدت ساعتين مثلا ولا حاجة، فهي برضو شربت من التتبيلة. هنا كده انا كان معايا فرختين وغسلتهم كويس جدا
وحطيتهم في المحلول وبالدقيق وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده، وسبتهم يتصفوا خالص في المصفى. المعلقة وقعت. حطيت بقى، جبت الفراخ وحطيت بقى عليها كل التتبيلة، وهبدأ انزلها في الصينية بتاعتي. احشوها بقى كويس جدا. انا هنا نسيت ان انا اعمل فتحات كده في الفراخ، لكن الفراخ انا كنت جايباها ما كانتش كبيرة قوي للدرجة يعني، فهي استوت كويس. الحركة ان انتي تفتحيها دي لو مثلا الفرخة كبيرة وانتي عايزة كل التتبيلة توصل لها وتستوي كويس، لكن انا الفراخ بتاعتي ما كانتش يعني كبيرة اوفر، فتمام استوت حلو والتتبيلة كلها شربتها وكانت زي الفل. بحشي بقى التتبيلة دي في كل جهة، تحت الجلد وفوق الجلد وكله. انا كمان من الصدور يعني بتاعت الفراخ انا بشيل الجلد، لان اللي بياكل عندنا الصدور يعني ما بيحبش الجلد، لكن الوراك سبت فيها الجلد عادي يعني. وعلى فكرة الجلد بيديها تشويحة حلوة بقى في الفرن، هتشوفوا في الاخر. بس حطيت كده الفراخ بتاعتي، سبتها بقى في التتبيلة دي، هنزل عليها بقى بباقي التتبيلة يعني، وهسيبها بقى في التلاجة كده براحتها لغاية لما نبدأ نسوي الأكل. يوم كان لطيف ولذيذ، والحاجات دي كلها مش بتكمل اي حاجة يعني. انا عملت الصنفين اللي انا هعملهم دلوقتي وحطيتهم في الفرن وقعدت مع ماما. يعني انا تقريبا كل الوقفة اللي انا وقفتها في المطبخ نص ساعة بالكتير، بس مكملتش، اكيد مكملتش ساعة. بس يعني بحب لما يكون حد عندي ما اقعدش كتير في المطبخ بقى واسيبه والكلام ده، بحب اقعد معاه اكتر بصراحة. احنا بناكل كل يوم عادي، فبحب اقعد معاه هو اكتر. هنا كده انا كنت بعمل التعصيجة علشان اعمل الصنف التاني. انا هعمل جلاش باللحمة المفرومة، فعملت التعصيجة، حطيت بقى اللحمة كده خدت صدمة، واحط عليها البصل. ما بيحبش الحركة دي، بيخلي البصلة الاول تاخد تشويحة كده مع السمنة يعني، وبعد كده بينزل اول ما بتاخد لون بينزل بقى باللحمة. الاتنين عادي والاتنين بيدوا نفس النتيجة في الاخر. هنا كده حطيت ملح وفلفل اسود وهقلبهم كويس وخلاص. هسيبها بقى على نار كده هادية تستوي براحتها خالص. كنت لسه بقول لكم ان الجلاش من الاكلات الحلوة اللي ممكن تنفع في اي حاجة، وهو حلو وحادق فمش حرماكم من حاجة. هنا كده انا كان معايا السمنة بتاعتي، وكانت معايا اهو الجلاش. هدهن الصينية. انا كنت محتاجة صينية اكبر من كده بصراحة، لكن انا كنت مستخدماها في حاجة تانية، فقلت خلاص مش مشكلة دي. علشان كده نص كيلو اللحمة اللي انا عملته عصقته مش هاخده كله، هسيب منه معلقتين مثلا 3 كده ولا حاجة. لكن لما بيكون في الصينية اللي اكبر من دي درجة بحط نص كيلو كله. بصوا يعني هي التنايات البسيطة دي، لو كانت الصينية اكبر سنة ما كانش هيبقى فيها التنايات دي، لكن كانت حلوة وكانت يعني ماسكة نفسها كده وبنت ناس كده في نفسها. انا بحط طبقتين. اول حاجة دهنت الصينية سمنة، وبحط طبقتين بدهنها بالسمنة علشان تبقى معايا كده مورقة وحلوة، ويبقى الورق كده فيها باين وحلوة قوي. بس لو انتي مش سريعة في الجلاش بتغطي طبعا الجلاش علشان ما ينشفش منك ولا حاجة. لكن انا كده ما كنتش بلفه يعني زي امبارح لما عملت في الحلو، ما لفتوش رول ولا حاجة، ده مثلا بياخد وقت شوية، فكنت ساعتها مغطياه. لكن هنا انا بحط الطبقات فوق بعض، فسايباه عادي كده جنبي عشان يبقى بسرعة يعني. حطيت نص الكمية، وهنا كانت خلاص اللحمة بتاعتي استوت. هنزل بقى في نص الطبقات يعني.
بس كده اللحمه كويس جدا. اتبقى حبه، لكن بقول لكم لو كانت الصينيه اكبر، المقاس الاكبر درجه، كنت هاخد اللحمه كلها. ماما بقى روحت النهارده وظبطت الدنيا بتاعتها وحلت المشكله. مش النهارده يعني، انا بمنتج لكم الفيديو ده بعدها بشويه، لكن ماما روحت وانا روحت معاها وكمان بيت معاها والكلام ده كله. فده اللي اخرني ان انا انزل الفيديو النهارده، ان انا انزل الفيديو في نفس اليوم يعني، لاني رجعت وارتحت شويه وكنت مكستله لغايه لما انزل، لكن اهو الحمد لله. بصوا طبعا زي ما اتفقنا ان اي ورق بيكون مثلا متقطع او الكلام ده عادي، ما فيش اي مشاكل، كده كده مع التسوية كل ده بيروح، كل ده بيلم، وكل ده بيبقى كويس يعني. انتوا حاولوا بس ان في اخر طبقة كده ان الورقة تبقى كويسة معاكم، يعني ما تبقاش مبهدلة او متقطعة، لكن اللي في النص ده عادي مفيش مشاكل. برضو نفس الكلام، طبقتين طبقتين وبندهن، وفي اخر طبقة كده هندهنها برضو بالسمنة كويس، وهنقطعها قبل ما هندخلها الفرن. وطنط بقى دايما تقولي ان الفرن يعني بيعمل سخونة جامدة، فانا حطيت الفراخ من فوق شوية كده، قلت علشان تسرع لي الدنيا والفرن ما يعمليش كتمة كده في الشقة وسخونة. فحطيت الفراخ على النار من فوق شوية كده حبة، وبعد كده دخلتها في الفرن بقى هي والجلاش مع بعض. ما خدوش وقت، ما بياخدوش وقت خالص، وكمان الجلاش يعني ما بياخدش وقت نهائي. بتقطعوا الجلاش علشان يكون سهل عليكم وهو طالع ان انتوا تقطعوه. وصلنا لغاية هنا من الفيديو، ونسيت اقول لكم بقى ما تنسونوش ما تنسونيش في اللايكات بقى والاشتراك في القناة وكل الحاجات الحلوة دي اللي بتفرحني، وكومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتفرحني. هنا كده انا معايا كوباية من اللبن ومعايا بضاية. لو عايزين تتخطوا المرحلة دي اسكيب كده وشيلوا مرحلة البيض، لكن انا بصراحة بحبها وبتدي لون حلو جدا للجلاش بتاعي، فانا بحبها. اللي مش بيحب البيض عايز، لكن هي ما بتعملش اي زفارة خالص ولا اي حاجة، وكمان بتعلي من القيمة الغذائية بتاعة الاكل، فبتبقى حلوة يعني مش وحشة نهائي. هنا كده انا كوباية اللبن عليها البضاية وفلفل اسود كده وملح، وقلبتهم كويس. واول ما الجلاش بتاعك بيبتدي يتحرك من الصينية، هي دي الخطوة اللي انتي بتبدأي تنزلي فيها اللبن بتاعك. يعني اول ما الجلاش يتحرك هبدأ اطلعه، هو ما بيكونش مثلا استوى من تحت لسه، هو بس ابتدى يفك كده من الصينية، بطلعه وبحط عليه اللبن وبدخله تاني شوية من تحت، وبعد كده الوش وخلاص. وهنا كده انا كنت هعمل لسان عصفور في الخطوة اللي فاتت دي، وبعد ما حطيته لقيته ان هو رز بسمتي اصلا مش لسان عصفور. فماما قالت لي لا خلاص وكده، وانا هنا اصلا كنت خلاص لبست ان احنا كنا ماشيين. فالجلاش اهو بتاعي طلع، سبته شوية كده يهدى. بصوا شكله بقى ولونه بألف هنا وشفا. بجد كان يوم حلو جدا، وكان الاكل لذيذ كده وخفيف وما خدش مني وقت، والحمد لله عجب ماما وعجب بابا وعجب حازم وكده، فالحمد لله. ويا رب يا ماما كده تجيلي تاني وتالت ورابع، وعشان القعدات معاكي حلوة وبألف هنا وشفا. وكمان اهي الفراخ طلعت، شايفين زي ما بقولكوا الصدور مش عليها الجلد ولا حاجة، لكن الوراك هي اللي عليها الجلد، فدت لون حلو كده. وصلنا لنهاية الفيديو، تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكومنتات وكل الكلام ده، وقولولي بقى رأيكم في الأكل وأنا عملت حاجات حلوة ولا لأ، فمستنية رأيكم في الكومنتات.
شايفين بقى الجلاش حلوة قد ايه؟ بجد كان الاكل الحمد لله الحمد لله كان لذيذ جدا جدا. انا عارفة ان هي حاجات بسيطة بس يعني انا علشان القعدة والله انا بحب نقعد مع بعض. بس كده الفيديو خلص وبألف هنا وشفا، واستنوني في فيديو تاني وباي باي.